الحياة عبارة على مجموعة تناقضات، كاين الليل وكاين النهار، كيف ما كاين الخير كاين الشر، كاين الزوين وكاين الخايب، كيف ما كاين الطوب كاين الحجر، كاين الإيجابيات وكاين السلبيات، كيف ما كاين الغنى كاين الفقر. السلام عليكم ورحمة الله، معكم يونس، مهاجر مغربي كيعيش في أمريكا. هذه هي الحياة، وحتى واحد ما لقاها كما بغاها. الفيديو ديال اليوم غادي نتكلم على موضوع كيهم بزاف ديال الناس، وغادي نشارك معكم 3 الإيجابيات و3 السلبيات ديال اختيار الهجرة لأمريكا. أنا شخصيا كنسكن هنا، وغادي نشارك معكم رأيي بكل صراحة ومصداقية، بلا مبالغة وبلا تلميع. واجدين؟ Yes. طلع سد معاك هذاك الباب. Let's go. النقطة الإيجابية رقم 1: الفرص والحياة المادية. معروف على أمريكا أنها أقوى قوة اقتصادية في العالم. الأمريكي هو أكثر مواطن مستهلك في العالم. الحاجة اللي محتاجها بغاها، والحاجة اللي ما محتاجهاش حتى هي بغاها. هادشي راجع الكمية ديال الأدز اللي كتطبق على المواطن الأمريكي. الجميل في هادشي هو الفرصة كاينة، وكاينة بقوة. الدولار ديجا مطبوع، خاص غير اللي يمشي يجيبو. بالرغم من ان المواطنين في امريكا كيعيشوا من باي تشيك لباي تشيك، ولا كيصعب عليهم يجمعوا الفلوس، ولكن انت مغربي جيتي من دول العالم الثالث وعارف قيمة الاشياء عليهم. هذه نعمة خاصك تقدرها. اذا كان عندك حلم باش دير $1,000,000، اسهل بلاد باش توصل لهذا الحلم هو امريكا. عندك حلم باش تقرا في امريكا، كاينين منح دراسية ومدارس في المستوى. واش باغي تخدم؟ كاين الخدمة، خاصك غير دير مجهود، خاصك غير دير وجهك وراك، تحيد الحشمة، تسول على راسك وغادي تلقى الخدمة. عندك حلم باش تبدا مشروع، كاين تمويل، كاين افكار، كاين مجتمع مستهلك، كاين تشجيع. الحلم في امريكا ماشي سهل، ولكن اسهل. حتى طلابة لابسين زوين، ما محتاجينش يلبسوا مقطع باش الناس يتعاونوا معاهم. الفلوس كاينة، الفرصة كاينة، خاصك غير انت تكون كاين. الله يسهل على الجميع. النقطة الإيجابية رقم 2: التعلم من خلال التنوع الثقافي. فاش كتجي لأمريكا يا صديقي اللدود، كتجيب ثقافة اللي واضحة. المجتمع الأمريكي هو خليط المجموعة ديال الثقافات، بمعنى آخر أمريكان ما ديال حتى واحد. غادي تلقى ناس من جميع القارات كيسكنوا في أمريكا، بحال إفريقيا، آسيا، أوروبا، أستراليا. غادي تلقى جميع أنواع الأسماء، بحيث الامريكيين فليكسيبل بزاف مع السميات ديال الناس. غادي تلقى جميع انواع لون البشره، غادي تلقى جميع انواع الديانات. غادي تشوف مسيحيين، مسلمين، يهود، هندوس، ملاحده، وكل واحد حر يمارس الدين ديالو، ما حدو ما كيأذي حتى واحد. هادشي كيخليك تعرف شويه على كل الديانات وتحس بالامان لانك مقبول. الحاصل غادي تلقى اختلافات بالجمله. امريكا بلاد تنوع بامتياز. هادشي كيخليك تسافر لبزاف ديال البلدان وانت في مدينة واحدة بحال نيويورك ولا دالاس. وحتى هذيك القرعة الأمريكية واحد من أهدافها الرئيسية هو الحفاظ على التنوع الثقافي. هادشي كيعطيك الفرصة باش تتعلم، تشوف ناس كيفاش كتعيش، تشوف ناس كيفاش كتعامل، تتعلم تقبل الاختلاف، كتعلم الاحترام، كتعلم الإنسانية. بكل تأكيد هاد الثقافات مختلفة تقدر تضمن أشياء اللي ماشي مزيانة. هنا فين كتجي نعمة العقل في التمييز بين الحق والباطل. لكن هذه كتبقى فرصة باش انت تتعلم. الله يسهل على اي واحد باش يجي لأمريكا باش يتعلم الحوايج المزيانة ليه، اللي ممكن تخليه يولي إنسان أفضل. النقطة الإيجابية رقم 3: إمكانية تغيير الحياة ديال الناس اللي دايرين بيك للأفضل. كما كيعرف الجميع، المجتمع اليوم مجتمع رأسمالي بامتياز. معظم المشاكل اللي كتواجهنا ممكن نحلوها كليا ولا جزئيا بالفلوس. فاش كتهاجر لأمريكا نسبيا كتولي عندك قدرة باش تغير حياتك وحياة الناس اللي دايرين بيك. ممكن تشري الأشياء اللي كانوا بمثابة أحلام بالنسبة للناس اللي دايرين بك. مثلا ممكن تشري الأم ديالك شي هدية زوينة بحال دبليج ديال الذهب. ممكن تهدي الأب ديالك شي حاجة اللي طول عمره هو كان كيحلم بها. ايضا كيولي عندك واحد الوزن بالخصوص في الازمات. كيف ما كتعرفوا في الازمات كتبان القيمه ديال الحوايج، وكيف ما كيقول المثال الدرهم الابيض لليوم الاسود.
الله يحفظ شي واحد من افراد العائله الا كان بحاجه ماسه للمال باش يتعالج، او مثلا الا جات فرصه لشي واحد قريب ليك وكان بحاجه للمال. اللي بغيت نقول لونتوراج ديالك كيولي ايجابي اكثر لانك كتنقص عليه المشاكل. الفكره هنا كتولي تقدر ترجع شويه من داكشي اللي خديتي. الله يسمح لينا من الوالدين. دابا ندوزو للنقط السلبيه. النقطه السلبيه رقم 1: الوحده والغربه. الوقت مع العائله هو وقت ثمين. المناسبات مع العائله اوقات ولحظات عميقه وعامره بالانسانيه. واخا تكون عايش احسن عيشه، الغربه في السنوات الاولى كتكون قاصحه. في العيش خارج ارض الوطن كيحتاج لواحد مجهود خرافي وواحد الوعي راقي بزاف باش يتغير ليك التاثير اللي دارت فيك البلاصه اللي عشتي فيها طول حياتك. كتوحش العائله وهذه حاجه نورمال. العيد ماشي عيد فاش كتبقى فيه غير السميه. الناس الاغلبيه هنا ماشي فاضيين، عندهم التزامات، ما كاين غير جري عليا نجري عليك، وهذه ضريبه من ضرائب الغربه. اكيد افراد العائله كيتفاهموا عدم الحضور ديالك في بعض المناسبات بحكم التواجد ديالك في دوله اخرى ولا بعيد، بالخصوص انك من جهه هاجرتي باش تحسن مستقبلك، ومن جهه اخرى راك مشيتي على قبلهم حتى هما باش تخلي حياتهم اسهل. النقطه السلبيه رقم 2: البدايه من نقطه صفر. فاش كتجي لامريكا كتكون البدايه صعيبه، وهادشي راجع للتغيير اللي كيوقع ليك. كتلقى راسك في مجتمع مختلف تماما على المجتمع اللي كبرتي فيه. ثقافه جديده، لغه جديده، نظام جديد، دوله جديده، حي جديد، عقليه جديده، اي حاجه بغيتي تقولها جديده. بخلاصه عالم جديد. التأقلم والفهم ديال هذا المجتمع كياخذ وقت. الا كنتي في المغرب في النقطه الصفر، فاش كتجي لامريكا كتبدا من نقطه -1. هادشي طبيعي بحال في الشهور والسنوات الاولى. الا كنتي في المغرب في وضع مستقر، هنا كيزيد عليك الضغط، لان الاختيار ديالك باش تجي لامريكا ماشي قرار سهل، انما واحد القرار صعب وصعب جدا باش تخلى على داكشي اللي بنيتي في بلادك الام لمده سنوات وتخلي عائلتك. فهو قرار مصيري واللي كيحتاج واحد الدراسه، بالخصوص الا كنتي اب وعندك اسره. باش الرساله تكون واضحه، القرار ديالك في حد ذاته ماشي قرار سلبي. الحاجه اللي سلبيه هو انك كتكون في واحد المستوى اللي تقاتلت عليه سنوات وكتجي وكتبدا من الزيرو. هذه ماشي سهله، بالخصوص ان امريكا ما كتقدمش لك ضمانات. الضمانه الوحيده اللي كتقدمها لك امريكا هي كتحطك في مجتمع راسمالي، كتعطيك الحريات باش تلقى خدمه، كتعطيك الفرص، وكتقول لك سير لقاهم. من اعماق القلب كنتمنى للناس من هذا النوع كل التوفيق، حنت كيتزاد عليهم الضغط. النقطه السلبيه رقم 3: ميلتين بات. هاد النقطه هي انعكاس على الجزء الثاني اللي تكلمنا عليه في هذا الفيديو، لان التنوع الثقافي هو عمله واحده اللي عندها وجهان. الوجه الايجابي هو كيخليك تعلم بزاف ديال الحوايج وكيولي المحيط الامريكي عباره على مدرسه. الوجه السلبي ديال التنوع الثقافي نقدروا نخسروا عليه 2 كلمات: الميلتين بات. هاد الكميه الهائله ديال الاختلافات الثقافيه، الدينيه، العرقيه، الايديولوجيه، الفكريه، اللسانيه ممكن تخلي الانسان يدوخ، ما يبقاش يعرف راسو وسط هاد الثقافات، بحيث كاين واحد المصطلح سميتو ميلتين بات. باش توصل الفكره نعطيكم واحد المثال. بحال شديتي بزاف ديال الاطباق من قارات مختلفه، اذواق مختلفه، توابل مختلفه، وخلطتيهم مزيان وبغيتي تاكل هذاك الطبق كيولي ماشي مالح ماشي حلو، ماشي سخون ماشي بارد، ما عنده حتى شي ذوق، ما عنده حتى شي طعم، وما عنده حتى شي اسم. هذاك الطبق غادي صعب علينا ناكلوه حيت ما عندوش هويه. كذلك الانسان اللي كيعيش بزاف في الغربه ممكن يفقد الهويه ديالو، يفقد البصمه ديالو، يفقد البصيره، يفقد حلاوه الحياه، يفقد بزاف ديال الحوايج اللي زوينين. الميلتين بات كيخلط لك الصواب مع الخطا، كيولي يجي كلشي بحال، ما كيبقاش عندك موقف، كتولي ما انت مسلم، ما انت مسيحي، ما انت ملحد، ما انت حتى شي حاجه. خاتمه: الحياه في امريكا بحال الحياه في اي بلاصه، عندها ايجابيات وعندها سلبيات. زيد الماء زيد الدقيق، كل ما كثروا الايجابيات كل ما كيكثروا السلبيات. الحياه في امريكا عباره على فرصه اللي خاصك تستعد لها،
تخطط لها وتكون صبور وطموح. في هذا الفيديو هدرنا على 3 الإيجابيات ديال الهجرة لأمريكا. أولا، الفرص والحياة المادية. ثانيا، التعلم من خلال التنوع الثقافي. ثالثا، إمكانية تغيير الحياة ديال الناس اللي دايرين بك. وهدرنا كذلك على 3 السلبيات ديال الهجرة لأمريكا اللي هما: أولا، الغربة والوحدة. ثانيا، البداية من النقطة الصفر. ثالثا، ميلتين بات. كنتمنى الرسالة تكون وصلت العقل والقلب. الهدف ديال القناة هو هدف تعليمي، بغينا ننوروا العقول ديال المواطنين المغاربه المقيمين في امريكا، وحتى المواطنين المغاربه اللي كيحلموا يجيو لامريكا ولا بغاو ياخذوا غير فكره على امريكا. ما تبخلوش علينا بهذيك اللايك، وما تنساوش الاشتراك. خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، فاش كتتفقوا معايا وفاش ما كتتفقوش معايا. بارطاجي الفيديو مع الصديق ديالك باش توصلوا رساله. ميعادنا الفيديو الجاي.